نداء للتيك توكرز. هو انا بس بيحصل معايا كده كل ما اصور فيديو، مش كل بس اغلبيه الفيديوهات اللي بصورها بمجرد بس ما ادوس على باوز يتمسح. هو في ايه بجد؟ حد يفهمني في ايه؟ عملت جت ريدي وذ مي، عملت ستوري تيلينج اللي اتمسحوا. عايزه افهم، هعيد تاني من الاول، هعيد تاني. فهموني ايه الحل، ايه المشكله؟ عشان ببص على الستورج بلاقيها فيها ستورج، الموبايل فيه ستورج، فيديوهات بتتمسح ليه بمجرد ما بدوس بوز الاقيه اتمسح؟ يعني ما طب سيب لي نسخه، طب سيب لي نسخه ليه؟ طيب مش فاهمه، حد يفهمني. عشان انا دلوقتي كل الميك اب اللي عملته راح، والستوري تيلينج اللي حكيتها هحكيها تاني. ويلا نعمل ستايلينج للطرح ونختار الاوتفيت ده هيليق عليه طرحه ايه. اختاروا معايا يلا الطرحه، واحكي لكم الستوري تيلينج سريعا اللي انا حكيتها اللي اتمسحت. انا يا جماعه كنت في مطار تركيا من سنتين، كنت طالعه مع اوريفليم على حسابهم، انتوا عارفين مدفعش حاجه انا في السفريات دي. فكنا طالعين يعني الشركه كلها تقريبا، حاساها محتاجه تتقلب الناحيه التانية. فكان تارجت للمانجرز المديرين، وكان انا المفروض يطلع من الفريق بتاعي 10 كانوا متأهلين، بس 9 منهم 9 جوازهم رفضوا ان هم يسافروا لوحدهم، عشان دي كانت يعني من السفريات القليله جدا اللي شروطها ما فيهاش مرافق، ودي حاجه نادره يعني. الطرحه دي لايقه ولا اصفر كتير؟ صح، لا. وال10 كان جوزها موافق عادي انها تسافر، بس اترفضت في السفاره. فانا طلعت لوحدي السفريه دي على حظي، بس كانت من امتع السفريات اللي سافرتها، عشان دي مش لايقه خالص. عشان انا عملت صحاب فيها كتير جدا، يعني تقريبا صاحبت الكرو كله، يعني كل اللي كانوا طالعين صاحبت عليهم. هو ولا طرحه لايقه، انا مش هنزل النهارده، مش هنزل خلاص كده، انت قفلت. والله لايقه صح، مش عارف، حاساها غامقه قوي على اللوك، انا لابسه كله فاتح. لا. فالمهم ايه، في المطار حصل موقف غريب جدا واحنا راجعين في الجوازات واقفين في الطابور، فلقيت واحده ورايا تكلمني بالانجلش، بتوريني التذكره بتاعتها، بتقولي انا متاخره وايه يعني، قولي للي قدامي يعدوني عشان انا متاخره جدا على الطياره بتاعتي وخلاص الجيت هيقفل. فانا بصيت في تذكرتها لقيت فعلا ان هي خلاص شكلها كده الطرحه دي هتظبط، ان هي فعلا محتاجه تعدي بسرعه، يعني خلاص مفيش وقت. فقلت للي قدامي بما ان كده كده ايه، انا مش عارفه انا معرفتش كل الناس بس كانت معانا في الشركه، فبقول لها بحسن نيه يعني ايه، يلا تعالي نعديها عشان هي متاخره على، ولا دي فاتحه قوي، تصدقوا حلوه، انا احترت بين الاتنين، رجعت للمطرقعه. فقلت لها عديها يعني عشان دي متاخره، وقولي اللي قدامك وكده ونعديها. ففتحت لي بقى زعيق وزعقت لي، مش عارفه في ايه بتزعق ليه. تقول لي لا دول بيستعبطوا، ده قالت لي كلمه غريبه جدا، قالت لي انا اصلا المطار ده بالنسبه لي زي بروح بعدي عليه كده زيه زي الحمام كده وبيتنا، يعني اللي هو ماشي. طب ما انا كمان بسافر كتير بس ما بتعاملش بطريقه فالجر مع الناس، بالعكس لما يكون حد محتاج مساعده هساعده، لو حد متاخر هساعده، ولا ايه؟ انا كنت فاكره ان الناس كلها بتفكر زيي، يعني مش عارفه هل انا الوحيده اللي بفكر كده؟ يعني انتوا برضو قولوا لي انتوا بتفكروا زيي ولا لا. فانا قلت لها لا، انا يعني انا بصيت على تذكرتها وفعلا هي متاخره، وانا بعامل ربنا في الاخر، يعني حتى لو هي بتكذب او كده مش هخسر حاجه لما اعديها، يعني ما نقصتش ايد ولا رجلي، يعني عادي، ايه المشكله؟ احنا مش متاخرين، احنا لسه معانا وقت كبير قوي، فما وراناش حاجه. وهي متاخره، وبعدين انا بعمل حساب، هي قاعده بقى تتكلم اللي هو لا ما تساعديهمش، وانا لما بنساعدهم بلاقيهم في الاخر رايحين قاعدين قدام الجيت ما بيعملوش حاجه. طب ما يروحوا يا ستي يعملوا، احنا برضو ما وراناش حاجه، يعني لو نفترض ان هي يعني بتدعي، ايه المشكله؟ احنا احنا ما يعني احنا كمان احنا مش هنتاخر يعني لو عديناها، فاحنا كده كده معانا وقت. فالمهم ايه، فرحت قلت لها لا انا بحب اتعامل كده واساعد الناس، عشان لو انا اتحطيت في الموقف ده في يوم من الايام، ما هو لا قدر الله انا برضو بسافر كتير، مش انتي يعني مش هي مش عارفه هي مقتنعه ليه ان هي الوحيده اللي رايحه جايه على المطار، يعني انا رايحه جايه برضو باسبوري اتملى وعملت غيره في ايه. فالمهم قلت لها لا عادي يعني، انا كمان انا بحب اتعامل كده وبحب اساعد الناس، عشان لو اتحطيت في الموقف ده الاقي اللي يساعدني. لا او مش لا او معترضه ومش عاجبها.
فمش عارفه هل هي وجهه نظرها صح، قولولي يعني انتوا شايفين ايه. انا الكومبو اللي انا عاملاه عاجبني قوي، هما 3 الوان في بعض، اول مره اخترع الكومبو ده. بصوا هو انا حطيت الجورداني ده وعليه دوان ده، وحطيت عليه جورداني ده، اداني ميكس كده حلو قوي. بس حاسه محتاج سنه احمر عشان يجي مع الطرحه، بس مش الاحمر ده، الاحمر ده، لا مش ده، ده فوشيا ده. قولوا لي انتوا ايه رايكم يعني في اللي انا بحكيه ده، يعني انتوا شايفين ايه؟ هل هي وجهة نظرها صح، ولا المفروض فعلا نساعد الناس مهما كان، عشان لو اتحطينا في نفس الموقف نلاقي اللي يساعدنا؟ هل انا بس اللي بفكر كده؟ يعني حد يطمني على نفسي، ولا انتوا كمان بتفكروا بنفس الطريقة، ولا هي عندها حق انه لا ما نعديش الناس؟ مش عارفة، موقف حصل من سنتين وانا لسه بفكر فيه. تعالوا نختار الحلقة. ده منظر واحدة متأخرة، انا عندي عزومة عند قرايبي ومتأخرة جدا، متأخرة جدا جدا يعني، بس ده العادي، متعودنا يعني ان انا ايه على طول متأخرة. مش لاقية طرح، مش لاقية حلق يليق. فين الحلقان بتاعتي؟ لا شوف الحلقان اللي متطرقعة، فاكرين ده؟ لا مش هيليق. معنديش ولا حلق يليق ليه كده؟ لا دول سوري قوي، مش عايزة حاجة سوري، انا عايزة حاجة كاجوال. اغلبية الحلقان بتاعتي اوفر دايما اوفر. تهيألي ده رقيق هيطلع حلو، كنت محتاجة حاجة فيها احمر بس مش لاقيه فردته، وكمان سوري مش هيمشي، مش هيمشي. احنا عاملين اهو، بصوا مش هيمشي. محتاجة اشتري حلقان تانية مع اني عندي كتير، بس انا عامة فين فردة ده؟ عامة انا بحب الحلقان جدا وبزهق بسرعة وبحب انوع. تعالى ايه رأينا؟ حلو صح؟ يلا هكمل عشان كفايه قوي كده، كفايه دلع، كفايه مركعه، اتاخرت جدا. اشوفكم باي باي. طبعا انا منساش البرفيوم المفضل، اكتر برفيوم انا معلقه عليه الفتره دي، بحبه حب يا جماعه، مش قادره استنى ما ينزل مصر. انا خدته في اسبانيا هديه، خدت منه 2، فشكلي هخلصه قبل ما ينزل لكم هنا في مصر هعمل ايه تحفه، اول ما يجي لازم تجيبوه مني. بما اننا جبنا سيرة تركيا، فحبيت بقى اكمل الاوتفيت بالطقم اللي جبته من تركيا. بصوا الشوز دي كنت جايباها اصلا، كانت غالية جدا بس كانت عجباني، فانا بدفع كتير قوي في الحاجات الملونة. والشنطة دي كمان كانت برقم، كنت جايباها من براند غالي جدا، مش عارفة اتبهدلت من كتر ما لبستها، بس مش هرحمها، انا بحبها جدا، اكيد شفتوها كتير معايا. قولولي كده بقى ايه الطقم، ايه حلو؟ الوان كتير، مفيش فايده مفيش فايده، مع ان انا حاسه الشنطه مش لايقه لان هي بينك والموضوع كله على احمر. بس انا نجرب شنطه تانية. اولا الله اولا الله تكنيكالز مش ممكن كميه الوان مش طبيعيه. ها دي لايقه ولا دي؟ كميه اصفر كتكوت ماشي في الشارع ها اخترنا ايه؟ بصوا تاني كده عشان يبقوا جنب بعض. الاسود دي هتكسر شويه الاصفرات، حاسه الاسود مش كده، مش عارفه انتوا قولوا، عشان انا ممكن انزل بالاصفر عادي وابقى ماشيه ازازه مستردة اشطر كتكوت اهو. اختاروا لي عشان ما انزلش كده يبقى مش عارفه